تفاصيل اكتر حول رحيله ام بقائه لغايه الفتره القادمه. معك الميكروفون يا حسن. مرة تانية أهلا بيك زميلي خالد لطيف، أهلا بالكابتن أشرف خضر مدير الفني للنادي الإسماعيلي، أهلا بحضرتك وعرض لك كابتن. الله يخليك، تحياتي للأستاذ خالد وللكابتن أشرف والكابتن أحمد سليمان. أيوة كده أنا مبسوط بابتسامتك بعد هو كده. لا مع الكورة أصل كابتن شفت المباراة النهاردة إزاي؟ وأنا شايفك كده كنت شوية منفعل. أنا شفت المباراة مش المباراة، أنا بتكلم على فترة. إحنا اشتغلنا من المباراة الشرقية، كان الفريق قبله في إخفاق في ماتش التعدين والدنيا ما كانتش كويسه. النادي مباراتنا مع الشرقيه اول مباراه النادي الاسماعيلي في مكسب وفي 9 تجوان ضايعين مننا. اعتقد هو ده تحليل. يعني هرحب بس بالكابتن وانت معانا مستر فيرا، ويلكم. يعني عليكم السلام، اتفضل يا كابتن اتفضل. يعني 1 مينيت مستر فيرا. كابتن اشرف، لعبت ماتش الشرقيه، اعتقد كان مكسب مريح، ضيعنا جوان كتير. بعد كده مباراه المقصه برضو بتتكلم في مباريات صعبه. مباراه المقصه وفرقه المقصه من احسن فرق الدوري بلاعيبتها. بالاخر الماتش ممكن تخطف الجيب. انت بتتكلم في فرصتين، ابراهيم حسن وعماد حمدي في وقت وبيجي في الجون يعني في الدقيقه 94 عدم تركيز وكده. اللي عايز اقوله بس ان دايما الناس بتتكلم على كوره النادي الاسماعيلي ولاعيبه النادي الاسماعيلي احنا بس عايزين نقول ان ده الطبيعي، ان انت بتعمل فرقه دلوقتي. الكباتن اللي موجوده، الكباتن الكبار في الاستديو اكيد مدربين وعارفين الكلام ده. انت لما تيجي فرقه النادي الاسماعيلي النهارده ما عملتش اعداد بسبب المشاكل اللي كانت موجوده، ومجلس الاداره مشي ومجلس الاداره اجى، انتدابات اللعيبه برضو فيها مشاكل، وبتتكلم النهارده في 5 6 لعيبه لاول مره يلعبوا مع النادي الاسماعيلي، اساميهم معروفه. واتواجدت مع فرق تقيله، المقصه فرقه تقيله بلاعيبتها بخبراتها باللعيبه بمدربها اللي بقاله 3 سنين معاهم بالاستقرار اللي هم فيه. كل اللي بناشد بس مجلس اداره النادي الاسماعيلي يصبر على حضرتك، لان حضرتك جيت في ظروف صعبه جدا. انا مش الموضوع دوت مش هو، بالعكس انا مجلس الاداره الناس تاخد اللي هي عايزاه وانا ما فيش اي مشكله. احنا بنخدم النادي الاسماعيلي في اي موقع وما عندناش مشكله، لكن المشكله كلها ان تعرف فيه ايه. ما هو ده الموضوع. فرقه النادي الاسماعيلي الناس بتعمل فرقه جديده ولازم الناس تبقى عارفه كده. لا هيحاسبونا على ان ده الاسماعيلي اللي كان بيلعب نهائيات وكده وبتاع وبلاعيبته اللي تقدر وانت نايم على الخط بتغير وتنزل وبتاع وكده، لكن انت يعني الوضع صعب. هو ده اللي انا بقوله، الناس تصبر عليك لان انت عندك اكتر من كده واحسن من كده. كابتن حبيبي ربنا يشكرك. كابتن شكرا حبيبي. مستر فيرا، يعني عايز اقول لك اهلا بيك والف الف مبروك على هذا الاداء وهذا المستوى وهذه النتائج الرائعه لنادي سموحه. He says congratulations for the match and the great results we made with Smoh. Today I speak right. Salam alaikum to our friends from Nile Sports. بشكرك. This time it was Nile TV and your colleague. أنا أكلمك عربي بقى ولا إيه؟ أجرب عربي. يعني أهلا بك في مصر وأهلا بك على شاشة نايل سبورت، شاشة رسمية للتلفزيون المصري. شكرا كتير شكرا كتير. يعني شفت المباراة النهاردة إزاي وهذا المستوى الرائع والتدرج الرائع لنادي سموحة. تمام 3 نقاط. هذا أول تاريخ. لعب كويس ما يلعب كويس شوية. تمام شوية. تمام. أنا في فرصة كبيرة إسماعيلي لعب مع 10 لعيبة شوط تاني. تمام. هذا الفرصة كبيرة. في حالات نادي سموحة، في حالات في مرة الباسات، المرة اللي تحرك داخل الملعب سبيس هاو سي سبيس مسافات كتير. we are not used to much the space they give to us. ما استغلش المساحات. And we don't have the passion to work the ball in the proper way when they push back the team because this is natural defense from Ismaili, you know. اللعيبه ما كانش عندها صبر شويه انها تستغل المساحات المتاحه من النادي الاسماعيلي. We have to circulate more the ball, open side to side to create space. We didn't. لازم نفتح الملعب وندور الكرة اكتر وناخد وقتنا، لكن اللعيبه ما كانش عندها شويه صبر. But at the end, the 3 points, this is the most important. Understand? لكن اهم شيء في النهايه هو الحصول على الثلاث Because نقط. this league is very tight. It's very competitive league. Any team who is near to the first, to the second, to the third, lose a step after to recuperate this step is more difficult. We cannot play independence of the result to the other teams. We have to depend only from us.
هو مش عايز يعتمد على النتائج الفرق الثانيه، ضروري جدا ان احنا في موسم تنافسي، فالثلاث نقط بتفرق، اذا خسرت الثلاث نقط بيبقى صعب ان انت تعوضهم. هو ده اللي قاله رئيس نادي سموحه المهندس فرج عامر في تصريح محترم النهارده، عايز تاخد البطوله تفوز على الكبار. This is what Mr. Fark said today. He said if you want to get the championship, you must win the big teams. Yes. Yeah. The big teams is the biggest wall in front of us. يعني الفرق الكبيره دي حيطه قصادنا يعني. But sometimes the medium teams or medium big teams, if you not take care, you can lose, like we have lost against Masri. الفرق المتوسطه كمان بتكون صعبه، يعني زي الفريق المصري فريق مميز. It's not a small team. مش فريق صغير. They have a good players, good coach, and we lose. عندهم لعيبه كويسه ومدرب مميز. خرج باولو ليه النهارده وشعوره ايه بعد انضمام باولو للمنتخب؟ Why did you get Paulo out today, and how do you feel about Paulo joining the national team? Well, this is the choice of the coach of national team, not my choice first. المدير الفني للمنتخب الوطني ده اختياره مالناش تعليق عليه. Paulo, the last match we have played against Zamalek, if you remember, Paulo has one contact in this side in the second half. كان في احتكاك في ماتش الزمالك مع باولو في الشوط الثاني. We tried to recuperate him to play this match. He come in. هو حاولنا نلعبه الماتش ده وهو لعب بس he has made a lot of efforts today. بذل مجهود كبير النهارده. And I prefer to take him out. يفضل يطلعه بره عشان الاصابه. Because I have a place in the same level to replace him. I don't have a problem. عشان في لعيبه في نفس المستوى ممكن تلعب مكانه. بشكره جدا وعلى وقته عشان المؤتمر. Thank you. زميلي خالد لطيف، زي ما احنا بننفرد بكل حاجه يعني انفردنا النهارده باول لقاء باللغه العربيه لمستر فيرا على شاشه نايل سبورت وفي استاد النيل. عايز اقول بعد متعه اللقاء لازم نروح لروائع التحليل لخالد لطيف في استاد النيل. النهارده حسن بيعمل كل حاجه، يعني نص عربي ونص انجليزي وكابتن سعفان اطلق تصريحات، ويعني طبعا بنكن الكابتن سعفان الصغير كل الاحترام والتقدير. كابتن اشرف خضر قال كلام مهم جدا 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 هتوقف عنده. فيرا طبعا سعيد بالفوز جدا، لكن نروح لفاصل نعود. هنتكلم في دقيقتين عشان نلحق نروح لماتش امبي والزمالك، لكن نروح لفاصل مشاهدينا الكرام ونعود مع حضراتكم مره ثانيه مع كابتن احمد سليمان والكابتن اشرف قاسم.